سلام ومرحبا بكم، ان شاء الله كامل راكم بخير بصحه مليحه. اليوم جيتكم بواحد الفيديو شابه بواحد الوصفه حبيتو تسميوها فطيره سائله ولا بيتزا سائله كيما تحبوا. شوفوا الطراوه اللي جات فيها وبنينه بزاف وخفيفه ما تشبعوش منها. جات بنينه وخفيفه في الماكله، شحال ما تاكلوا ما تقهمكمش وما فيها ني لحم ني دجاج ني والو. تبعوا معايا الوصفه وطريقه التحضير سهله ماهله وما تاخذلكمش كاع الوقت بزاف، تكون تالفت لكم ولا ديروها. هنايا رفدت مقله، درت شويه زيت وراني نقلي البصل كما شفتوا، نقليها مليح حتى تقرب تسكرملي، ما تسكرمليش كومبليتوم بصح تقرب تسكرملي باش تعطيني ذوق الشباب. وهنايا قصيت اون بتي دي طوماطيش، نحيت هذاك البسطاني تاعها، باتي فيمي طرشي ولا الفلفل وشويه تاع شيدار تاني قصيته اون دي. وهنايا عندي مغرفه كبيره سكر، مغرفه كبيره خماره فوريه، وحبه بيض متوسطه الحجم. وهنايا البطاطا راني قصيتها اون بتي دي كيما اللي قصيت الخضره تاعي والطوماطيش والباتي فوالا. وهنايا نروحو نديرو هذيك الوصفه نتاع لاباط. شوفوا كيفاش تجيني سائله. درت هذيك الحبه تاع البيض ودرت كاس حليب ونزيد معاه كاس ماء باش نتحصل على هذيك الصينيه كما شفتوها، هذيك الصينيه ستاندار تاع لي فوغ الكتريك وتاع الكويزينيا فوالا. ودرت هذيك المغرف سكر والمغرف تاع الخميره، ودرت شويه حبيت نعطيها شويه تاع الطعم، درت لها الفلفل الاسود. وهنايا دوماج وكان عندي البصله المرحيه، اللي عندها البصله المرحيه تزيد تعطر بها لاباط تاعها. وربع كاس تاع زيت الزيتون، انا فضلت زيت الزيتون، ولا حبيتو ديروا غير زيت نورمال ديروا زيت نورمال. وهنايا راني نضيف في الفرينه بلا ما ننسى مغرف صغيره نتاع الملح فوالا. وهنايا القوام اللي راني حابه نتحصل عليه جاي قوام كيما تاع الكريب والكيك فوالا، ماشي ثقيل بزاف. دوك تشوفوه معايا كي نفرغه في الصينيه، تشوفوا القوام تقعدوا تزيدوا هنايا الفارينه وتحركوا، تزيدوا الفارينه وتحركوا حتى تشوفوا القوام المطلوب. هنايا باش نعاود نديرها نطاليها غير هكاك، نهرقها في الصينيه بعد ما ندهنها وتجيني نيشان على حساب الصينيه. هذا لي ميزور راهم مضبوطين على حساب الصينيه اللي عندنا كامل في الدار فوالا. هذيك تاع الكويزينيير ولا تاع الفوغ الكتريك. وهنايا راني نزيد في لافارين ونحرك ونسيي نشوف هذاك القوام تاعي راني نحوس عليه جوغ كريب ولا كيك شويه خفيف، ماشي هذاك الكيك الثقيل فوالا. دوك كي تشوفوا كي نرد حطها في الصينيه كلشي يبان لكم. وهنايا نرفد السنيوات تاعي ونرشها بشويه تاع الزيت. هي لاباط هذيك راه فيها زيت بصح زعما باش نحضي روحي وباش ما نقعدش تحت سقري في الصينيه، وهذه نرشها بالزيت ولا دهنوها بشويه زبده كما تحبوا. وهنايا نحط هذاك الخليط تاعي، شوفوا كيفاش جاني ماشي ثقيل بزاف كيما الكيك كيما تاع لي كريب فوالا، كيما الخليط تاع الكريب. هنايا نخليه كامل يسيح. هنا قبل ما نعمره حبيت نخليه يريح شويه. انا بديت بلا فارس بالبصله وكل شيء. نتوما من اجل التصوير فقط، نتوما اذا حبيتوا بداو قبل بالخليط ومن بعد روحوا وجدوا هذيك البصله تاعكم قصوها وقليوها وجدوا هاد بقيه المكونات واحد 20 مينوت ولا باش عاود كي توليو لها تصيبوها نيشان فوالا. هنايا الخليط دوك يحكم روحه شويه باش كي نحط هذوك المكونات ما يهودوليش اوفون داخل في الصينيه، يبقاو لي غير من الفوق فوالا. راكو فهمتوني جاسبر. هنايا راني ندير هذيك البصله تاعي اللي كنت قليتها، شوفوا كيفاش تحصلت على هذا اللون يجي شباب. وهكا كي ندير هكا تعطيني ذوق تاني شباب. ايوا وندير باقي المكونات ما عدا الباتي. هنايا حتاجيت ندير الباتي عاود تكاكيت خاطر الباتي في الفوغ ييبس فوالا. هنا نديروا البطاطا. شوفوا هنايا لميستو هذه النوعيه تاع البطاطا اللي راها كاينه هاد الايامات، هذيك البطاطا اللي تجي حلوه ومن نقليوها تحمار فوالا، لا كولور تاعها تتبدل ما تقعدش بيضه. هذه هي النوعيه اللي راها عندي. قليتها هكا اون بتي دي، قصيتها اون بتي دي وقليتها راها طايبه كومبلي هنايا. ونزيد الفلفل تاعي اللي كنت قصيته
هذاك غير شيدار من يدخل في الفوغ راه اون بتي دي بصح دوك يدوب، والطوماطيش واللي تحب تزيد مكونات واحده اخرى. انا هنايا فضلت اني نديرها بدون لحوم، كانت تلفت لي واش ندير ايا جاتني هذه ليدي درتها هنايا. حتى حطيت الباطي كما قلت لكم وعاودت كاكيت، قلت دوك يبس لي في الفوغ دو بريفيرونس نخليه حتى تقرب الطيب لي. دوك تشوفوا عاود الطريقه كيفاش ندير باش هذاك الفخوماج اللي نعاود نربيه بالباطي باش ما يبسوليش في الفرن. وهنايا الفرن تاعي راني مسخناته على نار متوسطه. دوك تشوفوا معايا كاين نحطه هنايا راني موجده هذا الباطي والشيدر من بعد باش نربيه فوالا، باش نزيدهم كي تقرب الطيب تكون باقي لها غير شويه تكون بريسك طايبه. شوفوا هنايا معايا فوالا، هنايا خصها تزيد غير حل تجميره خفيفه. وهنا راني نزيد المكونات، راني نزيد الباطي وراني نزيد شيدر اللي كنت رابيته، ونعاود نردها تزيد الطيب باش تحمر لي وباش تجيني شابه ما تبقاليش هكا بيضه، تجيني هايله كما شفتوها في الاول جات شابه بزاف حمارت لي بيان. وهنا الطريقه تاعي نزيد على هاد نطفي النار من الفوق. في الاول كنت دايرتها شويه من الفوق موين من الفوق وقليله من التحت، موين من التحت وقليله من الفوق، ودروك طفيت الفوقاني كاريمون وخليتها غير من التحت. شوفوا كيفاش غطيتها بالصينيه باش غير هذيك لا فابور تقعد تما تدور لداخل، هي اللي تساعد لي الفخوماج هذا تاعي باش يذوب وتاني كي الباطي ما يبسليش. هذه هي لاستيوس اللي كنت حابه نوصل لكم الفكره تاعها، باسكو دروك الفخوماج راه النوعيه تاعه شويه عيانه، خصك تشري من هذاك الغالي، ميم هذا غالي بصح النوعيه رديئه شو ما يذوبش مليح. دونك درت له هكذاك. نتمنى تعجبكم الوصفه. سلام.